اللي بعد كده هنتكلم على التكوين، الكومبوزيشن. طبعا التكوين انا لما بيكون عندي ديزاين، اهم حاجه او كمصور مثلا بصور صوره او حاجه، اهم حاجه انا ببقى حريص عليها ان انا عايز الديزاين بتاعي يكون فيه جزء معين هو ده اللي عليه الفوكال بوينت، او هو ده نقطه الارتكاز بتاعت الديزاين، بحيث ان انا اول ما اشوف الديزاين بتاعي عينيا بتقع عليه. زي ما احنا شايفين في المثال ده، انا عامل كونتراست بالنسبه لي كده، عامل تكوين كويس جدا، فانا قادر احطها سيرد اوف رولر، الجزء اللي هو لو احنا شفنا كده الجريد، بنعمل جريد ثلاثي، فانا حاططها في فوكال بوينت في مكان ارتكاز العنصر الاساسي بتاعي اللي انا عايز العين تقع عليه. فبختار بعنايه، المصورين والمصممين والناس دي كلها والناس اللي بتشتغل كومبوزيتنج والناس اللي بتشتغل مانيبيوليشن ودمج والكلام ده، عارفين الكلام ده كويس جدا، ان انا ببقى عايز احط العنصر بتاعي الفوكال بوينت بتاعي في نقطه مهمه جدا، او ارتكاز، نقطه ارتكاز، بحيث ان لما المتلقي او المشاهد يشوف الديزاين بتاعي عينه تقع عليه على طول. برضو هنا في التكوين بقدر برضو ان انا احط العنصر بتاعي زي ما قلنا كده، يا اما في مكان معين، ما فوكال بوينت معينه، او انا بحطه يعني في فوكس عليه بالنسبه للباك جراوند اللي حواليه، لا انا في فوكس على العنصر ده، يعني انا عامل بلور على بقيه العناصر، بس انا عامل فوكس على الجزء اللي انا عايز ابينه، اللي انا عايز اوضحه. فده برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في التكوين. في عنصر رئيسي انا عايز مش عايز اي مشتتات حواليه، ومش عايز اي حد، مش عايز حد يبص على اي حاجه تانية، فانا عايزه يبص على عنصر اساسي في التصميم، فانا بعمل عليه فوكال بوينت او بخليه هو الفوكس في الصوره، والباقي اوت اوف فوكس. ودايما برضو حتى في التصوير، في البورتريه مثلا او في التصوير بتاعنا، انا ممكن اصور فيجوال بتاعي او الديزاين بقيه الباك جراوند بتاعتي لونها قاتم، لكن انا حاطط الاضاءه بتاعتي والتركيز كله على العنصر اللي انا عايزه يبان. فده برضو حاجه مهمه جدا في حتى في التصوير، ان انا ببقى مركز على العنصر وبديله هو الفوكس. برضو من ضمن الامثله على التكوين، ان انا ببقى عامل اتجاه معين للديزاين، بخلي الخطوط بتاعتي توصل لي لنقطه معينه. انا عامل مثلا خطوط بالشكل ده، بحيث ان انا ايه، خلاص التركيز بتاعي على الجبال اللي في النص دي، ممكن احط عنصر تاني في الجزء ده، فانا عايز التركيز كله ينصب على الجزء اللي انا حاطه في النص كده. فانا اتجاه الخطوط ده او الدايركشن بتاع الخطوط ده هو اللي موضح لي فين نقطه الارتكاز بتاعتي، فين الكومبوزيتنج او الكومبوزيشن اللي انا عايز اركز عليه، واللي انا عايز اوصل منه رساله للعميل او المتلقي او المشاهد. برضو في التكوين ان انا برضو اقدر اعمل فوكال بوينت وتركيز على تكست، او على فريم مثلا معين احطه على تكست. انا ممكن احط التكست بتاعي بحجم معين، فانا عامل عليه فوكال بوينت، مديله هو حجم اكبر من بقيه العناصر بتاعتي، لان انا عايز التركيز يكون عليه. او انا بعمل له بوردر كده، او بعمل له فريم كده حواليه، بحيث ان هو يظهر بشكل كبير، يبقى برضو التركيز عليه. هنا برضو زي ما قلنا كده، الرول اوف سيرد اللي هو التقسيمه الجريد الثلاثي، انا بشوف هنا الفوكال بوينت بتاعي على انهي نقطه من النقط دي. طبعا اي حد في حضراتكم بيصور مثلا بالكاميرا بتاعته، في اوبشن كده ان انا ممكن احول الكاميرا بتاعتي انها تبقى جريد، فاقدر اشوف وانا بصور، اقدر اشوف فين النقطه بتاع الفوكال بوينت اللي انا عايز احط الاليمنت الرئيسي بتاعي عندها. فانا هنا مثلا في الصوره دي انا شايف ان اللاعب ده بيجري، فعايز ادل على السرعه ان هو ماشي بسرعه، فمديله الفوكال بوينت على الجزء اللي قدام فوق في اليمين. ليه؟ لان انا عايز يبان ان هو عدى، ان هو بيعدي في مساحه وراه، فهو ترك المساحه دي كلها وعدى وجري. فانا هنا برضو بهتم جدا بموضوع الرول اوف سيرد، الرول اوف سيرد او القاعده الثلاثيه، اللي انا بقسم النطاق بتاعي او الديزاين بتاعي او الصوره بتاعتي لثلاث اتلات، كولم، ثلاث اعمده وثلاث صفوف، وبركز في الفوكال بوينت على النقط الالتقاء ما بينهم. برضو من ضمن التكوين ان انا بستخدم الجولدن ريشيو اللي احنا ذكرناها من شويه، اللي هي النسبه الذهبيه. لما بيكون عندي اي صوره وانا عايز برضو اركز على جزئيه معينه، وهي دي الفوكال بوينت بالنسبه لي، فانا بستخدم القاعده الذهبيه او الجولدن ريشيو دي عشان اظهر الجزء الاساسي بالنسبه لي. طبعا الجولدن ريشيو فيها استفاضه كتير، وممكن نبقى نشرحها في فيديو منفصل لوحدها، نشرح ايه هي الجولدن ريشيو. بس بشكل عام زي ما قلنا كده، القواعد او الكومبوزيشن او التكوين او القاعده دي من الديزاين، ان انا ببقى عايز اعرف انا هركز على ايه، او ايه الاليمنت الرئيسيه في الديزاين بتاعي اللي انا هركز عليها، سواء بقى استخدمت الرول اوف سيرد، او استخدمت الجولدن ريشيو، او استخدمت فوكال بوينت او الفوكس ان انا اركز على صوره معينه. في اي واحده من دول هي دي اللي بتظهر لي الكومبوزيشن بتاعي، تظهر لي التكوين بتاعي.
طبعا انا مين؟ انا باختصار انا ياسر سامي، ارت دايركتور وجرافيك ديزاينر ومتخصص في المجال بقالي اكتر من 23 سنه. وطبعا الحمد لله دربت اكتر من 2000 مصمم في الوطن العربي، كلهم الحمد لله. في منهم اللي حصل على فرص كبيره جدا في شركات داخل وخارج مصر، في منهم اللي اسس شركات، واكيد موجودين من حضراتكم اللي بيتابعونا على اللايف، في ناس منهم موجوده ان شاء الله حاضره معانا، في ناس قدرت تاسس بيزنس خاص بيها وتقدر من الخبره الحمد لله اللي نقلتها لهم قدروا ان هم يدربوا او قدروا ان هم يفتحوا شركات خاصه بيهم.